ما هي فيها مخالفة شرعية. لا، ما هو لازم ننفذ حتى يتم الإلغاء. وإن سماحة الشيخ وأنا أيضا نحن قد بحثنا مثل هذه الموضوعات أو قضايا مشابهة لها في المجمع الفقهي. أنتم قاطع إشارة ولا؟ لا، ما أقطع إشارة، وإنما تجاوزت السرعة. يمكن أنا شوف يا أستاذ دريس، أنا مع ضبط السرعة، ولكن لست مع هذه الطريقة المخالفة للنظام والمخالفة للشرع. والناس قد أصبحوا مدينين بمبالغ هائلة، وذلك لا بسبب أنهم خالفوا، بل بسبب أنها تتضاعف بهذا الشكل الربوي، حتى أن سماحة المفتي حفظه الله قال هذا نوع من الربا المحرم. طيب، هل ينعكس هذا على فكرة الآن ما يتم تحصيله على تحسين الخدمات المرورية؟ أو هل يفترض؟ هو بالحقيقة أنا إضافة لما تفضلوا فيها المشايخ والأخوان، هو أنا في رأيي الموضوع موضوع ساهر لم يدرس جيدا، وإنما جيء به على حين غفلة، واستعجل الناس من أمرهم وجعلوا الناس ينظرون إلى كلمة الحق هذه على أنها كلمة حق ربما أريد بها غير حق. ولذلك عندما تنظر إلى المخالفات مثلا، من يتجاوز السرعة ب10 كيلوات ومن يتجاوز السرعة ب60 كيلو يحصلون على نفس المخالفة وتضاعف عليهم نفس المخالفة. الشوارع عندما طبقت فيها المخالفات كانت تطبق في شوارع سريعة وتوضع سرعات منخفضة جدا، وكأنما الأمر يتعلق بمحاولة بمثل ما تقول استغفال الناس في اعطائهم. معليش يا دكتور، بس برضو مع هذا يعني هل يصح تكسير سيارات ساهر؟ هل يصح مع هذا يعني؟ إذا أردنا أن نتكلم عن الحادثة التي حصلت، مش حادثة واحدة، الحوادث التي حدثت. لا، الحادثة الأخيرة هي المأساوية، يعني نحن نترحم على هالمسكين الموظف نعم. الذي ذهب في أداء الواجب، يعني ربما يكون شهيدا حتى ولو كان الأمر يتعلق بساهر. ولكن لابد أن في الأمر يعني هالرجل هذا اللي أطلق النار قد يكون أطلق النار ربما لأمر لا يتعلق يعني يجب عدم استباق الأمور والخوض في دوافع الجريمة التي حصلت بدون أن نعرف ما هي تفاصيل الجريمة. ولكن أنا استمعت لكل تقريبا البرامج واللي ظهرت على التلفزيون، وكنت أحاول أن أستمع لمبررات ساهر. خرج علينا أحد الضباط بإحصائيات أن الحوادث انخفضت في الرياض ب70%، علما بأن في ذلك الوقت ساهر لم يطبق إلا في 15% من الشوارع. يعني القضية لا تليق بعقول الناس التي تعقل. الحاجة الأخرى، لم نكن نسمع عن إحصائيات انخفاض الحوادث قبل تطوير ساهر، يعني قبل تطبيق ساهر. لماذا المرور لم يعهد عنه أصلا أنه يقدم إحصائيات بالحوادث؟ وليس لديه. الحاجة الأخرى التي تغيظ الناس بإضافة إلى مضاعفة المخالفات، أنهم يعتقدون أن هناك جهات خاصة مستفيدة من المخالفات هذه، وأنها مثل ما تفضلت أنت لا تعود إذا ذهبت إلى وزارة المالية مثلا لا تعود على تطوير لا المرور ولا نظم المرور ولا إشارات المرور ولا الطرق. دكتور محمد، خلينا نشوف الأستاذ عبد الله. طيب، هل الحين هذا الكلام عن يدعو إلى تعديلات في نظام ساهر؟ هل ترى أنه يعني في حاجة إلى تصويب؟ هو التصويب يكون في الهدف الأساسي فيه. الهدف الآن شطع عن سيره. كان الهدف هو توعية الناس، كان الهدف إلى تخفيض السرعة هو الهدف الأساسي، كان الهدف إلى حماية الأرواح. نعم، صار هناك حماية أرواح، لكن في المقابل صار هناك أضرار كبيرة على الناس رواتبهم ضعيفة. أصبح ساهر الآن شريك رئيسي في راتب الناس. إذا الحالة تدرس من ناحية رسوم المخالفة، ثم قبل ذلك التوعية، بمعنى ماذا انعكس ساهر على الناس. ليست المسألة فقط أني أحط كاميرا في شارع مختفية وراء الشجرة مثلا عشان التصوير وعشان يعني سحب فلوس الناس فقط. الهدف الرئيسي هو التوعية، هذا الهدف الرئيسي. من خالف بعد ذلك بعد التوعية وبعد أن علم الأمر يستحق أن يخالف، لكن بهذا الوضع فيه إساءة على المواطن، فيه إساءة على البلد أكثر منها فائدة حقيقة. فاصل ثم نعود إليكم. دراسة تؤكد 84% من السعوديين ينوون السفر خلال العام الحالي.
أهلا وسهلا بكم مجددا. 84% من السعوديين ينوون السفر خلال العام الحالي. استطلاع جديد يكشف الكثير من توجهات السعوديين في السفر والسياحة، إذ يبين الاستطلاع الذي نشر مؤخرا كيف وأين ينوي السعوديون قضاء إجازاتهم. استطلاع يكشف الكثير عن أرقام ورغبات المسافرين السعوديين. السعوديون الأكثر سفرا بين شعوب الشرق الأوسط. الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستحوذ على 68% من رغبات المسافرين. مصر ثم الإمارات أكثر دولتين يرغب السعوديون في قضاء عطلة قصيرة فيها. 69% من المسافرين يرغبون في السفر برفقة عائلاتهم. 80% من المسافرين يدخرون أموالهم طوال العام من أجل السياحة. شيخ محمد، السعوديين يسافرون كثير، وما في طبعا ليس من مسوغ ديني أو محاذير دينية تجعلهم يعني يفرون من هنا إلى هناك، من الداخل إلى الخارج. ليس كل المسافرين يعني فسقة ولا ذا. إيش رأيك في السبب يعني؟ هذا هم يسافر أغلبهم كما سمعنا في التقرير يذهبون إلى دول عربية شقيقة. صحيح. أنا أعتقد يعني المواطن السعودي لديه سيولة مالية ويحب تغيير جوته والذهاب إلى أماكن أخرى، حتى ولو أوجدنا أماكن سياحية في الإمارات، أماكن راقية جدا، مع ذلك تجد إخواننا الإماراتيين والخليجيين يسافرون إلى بلدان كثيرة، بل وربما في الصيف تجد الأغلب منهم قد غادروا دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا بالنسبة لي أنظر إلى هذا أنه أمر طبيعي، وخاصة أنه في دول عربية وإسلامية شقيق. صحيح. طيب شيخ حمود، إيش رأيك أنت، كيف يمكن أن نبقي على السعوديين؟ كيف يمكن أن نقلل يعني من هجرتهم؟ يعني هم يشكلون نسبة عظمى في الشعوب المسافرة. نعم، ما في شك، واعتقد هذا امر متفق عليه. الزياده الرهيبه في الاسعار، اسعار الفندقه، اسعار المرافق السياحيه، حتى المناطق الترفيهيه اصبحت حقيقه مغالى فيها، والاشكاليه انها تزيد سنويا وبدون ان يكون هناك زياده في الخدمه المقدمه. لو كانت في خدمه يعني تساوي القيمه المعروضه اعتقد انه لن يكون فيه اجحاف، لكن زيادة في أسعار الفندقة. وزارة التجارة يعني أنا سبق أني قرأت لها يعني تعقيب أنها تريد مراجعة أسعار الفنادق، فجاءت المراجعة بزيادة 30% تقريبا، وهذه المراجعة يعني نسبوها طبعا إلى تغيرات اقتصادية إلى آخره. عندنا أيضا هيئة السياحة، طبعا هي تعرف هيئة فتية، وأنت إذا اطلعت على نظامها حقيقة تجدها راقية جدا يعني في طريقة مثلا الموضوعية في طرح مثلا البرنامج، في المراقبة، هي طبعا هي لها اختصاص مراقبة الشقق المفروشة. الزيادة الكبيرة في الأسعار قد تكون هي مسبب رئيسي في العزوف عن السياحة الداخلية، وهذا خطير على السياسة الداخلية مستقبلا. طيب على حال، أنا إذا اتفقت، مع أني أختلف طبعا مع الشيخ حمود في أن الأسعار يعني هي المنفر، لأنه في أسعار غالية في دبي، يعني أسعار الفنادق باهظة وغيرها. أنا طبعا عندي وجهة نظر أنه يعني عند السعودي حالة من الازدواجية في الشخصية. إذا سافر هو عائلته إلى برا يتحلل من كثير من العادات والتقاليد حتى وهو ملتزم على فكرة، في حين أنه هنا يعني يمارس ما يمكن أن يسمى الخصوصية السعودية رغما عنها. إيش رأيك أنت؟ والله شوف، هو لا شك طبعا مسألة السعر مسألة نسبية، يعني الإنسان دائما ينظر للسعر بنسبة إلى ما يحصل عليه من خدمات، ولكن أنا في رأيي هناك أيضا جوانب اجتماعية. أن الناس عندما يخرجون خارج المملكة يعتقدون أنهم تحت قيود أقل، قيود سواء اجتماعية أو غير اجتماعية. أحيانا أنا أعطيك رأي، إذا أردت الرأي هنا المسألة فيها رأي شخصي. نعم، أنا أعتقد أني أستطيع أن أبقى مع عائلتي واستمتع بإجازتي مع عائلتي في بلد خارج المملكة أكثر من كوني داخل المملكة، لأسباب منها شيء اجتماعي، يعني منها شيء احنا فرضناه على أنفسنا، لم يفرضها علينا لا دين ولا عادات زي ايش؟ الحياة مثلا بالسابق كنا نعيش حسب ما نعرف، كان الناس تعيش في قرى، وزوجة فلان تسلم على أبو فلان وأبو فلان يسلم على أبو فلان، ليس عندنا مشاكل. الآن
عندما يقابلك صديقك في السوق ومعه زوجته، هو إما أن تخجل منها أو يخجل، يعني هناك أمور حتى الآن. وأنا في رأيي أنه من الممكن تثقيف الناس في المواضيع هذه. ما يصرفها السعوديين مثلا، يقال في دبي في الإجازة اللي راحت هذه 1,750,000 مليار. ولا أقصد العدد اللي سافرين إلى البحرين رغم الظروف 75,000 سائح. طبعا هناك أيضا حاجات مثل الترفيه الاجتماعي. معليش يستحملني شوي الدكتور والشيخ، انه احنا نرى على تلفزيوناتنا اشياء تعرض اسوأ مما نشاهده في السينما. انا على العموم لست من عشاق السينما، ولكني ارى اذا الناس بيعبرون جسر البحرين عشان سينما حتى يشاهدون السينما ويصرفون هالمليارات. خلاص واضحه الفكره. خلينا نشوف الاستاذ عبد الله، انت تؤيد انه يعني حاله في حالة تشدد نفسي، حالة ازدواجية حقيقة، لكنها تدخل يعني على كله قائم على قاعدة وهو التمسك بالدين. لا يعني عندي حالة ازدواجية وهذا موجود في المجتمع، انه والله لما اطلع خارج مملكة يعني ابعد عن الدين تماما. لا، انا موجود ايضا. 30% من السعوديين يفضلون مع عائلاتهم الى خارج المملكة. اللي بيقولوا وين يروحون؟ بيروحوا حقيقة السينما، الأسواق مفتوحة، لأماكن ترفيهية، في بنية أساسية موجودة في الدول الأخرى. لما يروح عائلة إلى مصر أو إلى دبي، إيش اللي يفرق عن السعودية هنا؟ وين يروح؟ هذا السؤال، وين يروح؟ لما يروح هو يتغير حالته عن حالته لما يكون موجود هنا. إذا المسألة تتعلق بثقافة خاصة في الداخل، زي ما قال الدكتور، يشعر هنا بضغوط، ولما يخرج عن المملكة بيحس بانفراد، بحالة من الانفراد. إذا المسألة تتعلق بالشخص ذاته. إذا نبني ثقافة داخليا نحصنها، نبني له، نهيئ له الظروف المناسبة حتى لا يفرط ويروح يسافر ويصرف المليارات في خارج المملكة، يصرفها هنا يا سيدي. خلاص أنا الحقيقة إذا بتقول شيء بس بسريع لأن ما عندي وقت. أنا أقول أبدا هذه كل الأمور هذه أنا قد يجد أنه يتفرغ مع أولاده. عندنا نحن عادات وتقاليد، يعني لو رحت أنا سوف أقضي أغلب وقتي في مناسبات، فهو يتفرغ إذا خرج برا. ثانيا، لماذا إخواننا الإماراتيون وكل هذا عندهم يسافرون ويأتون إلينا؟ أعتقد أن محاولة تغيير المكان بس مو بهالعدد يا دكتور، أعداد مهولة في الإمارات. لم يعد لدي وقت إلا أن أشكر الدكتور محمد النجيمي والدكتور محمد العبد اللطيف والشيخ حمود الناجم والأستاذ عبد الله العميرة، وأشكر مشاهدينا الكرام ونراكم في الأسبوع القادم. دمتم بخير.